النهارده انا كنت واقف على السرير جالي احساس فجأة انه البلد اللي بتلعب دي المغرب دي ممكن تاخد كاس العالم. طبعا هتقولوا ببالغ، بس الفرقة كانت عبقرية، الفرقة كانت مذهلة، الناس مسيطرة على الماتش من أول دقيقة لآخر دقيقة. يعني ما تقدرش تقول إيه زي ما حصل مثلا في ماتش اليابان، زي ما حصل في ماتش السعودية، إنه كان في فرقة مسيطرة وخسرت. لا، هم مسيطرين وعدالة السماء نزلت في الدوحة والمغرب كسبت. أداء مرعب. أنا اللي عاجبني في الماتش ده وماتش الأرجنتين وماتشات تانية كتير اني بشوف في عينين الفرق الكبيرة دي عدم التصديق. انت تبص، يعني طبعا عينين المنتخب المغربي كلها سعادة. بص شوف عينين بلجيكا عاملة ازاي، حالة ذهول وعدم. مين دول؟ من أنتم يا أسود الأطلسي؟ من أنتم؟ هم الناس قاعدة تقول إيه اللي بيجرى؟ الناس دي بتلعب كده إزاي؟ الجون اللي دخل ده يا سادة دخل قبليه في الشوط الأول، هي نفس الكرة من الناحية التانية. الجون ده دخل فيه نفس الجون من زياش في الشوط الأول واتحسب أوفسايد. هو دخل فيه نفس الجون. الكرة دي لأول مرة تتعمل في كأس العالم النسخة ديت، إنه من المكان ده حد يجيب الكرة. أدي زياش نفس الكرة وقتها قال لك أوفسايد. نفس الكرة من الناحية التانية دخلت في الجون برضو بنفس الطريقة. كان أداء عظيم، أداء عبقري. عبد الحميد صبيري، زكريا أبو خلال، الاتنين دخلوا تاريخ كاس العالم ودخلوا تاريخ الكرة المغربية من أوسع أبوابه. الناس دي يا جماعة بتلعب بقلبها، قلبها على الأرض، قلبها في السماء، قلبها على بلدها. ناس بتلعب بحماس غير طبيعي، قدرات. والمدرب بتاعهم كمان عظيم. التغييرين اللي هو عملهم نزلوا جابوا جونين محترمين حقيقي بجد. الواحد شم عروبة، كل العرب أوطاني. يعني النهاردة انت تحس ان انت مواطن مغربي، تحس انه الناس ديت تستحق المساندة وتستحق انك تقف جنبها ووراها، لانه بيلعبوا مع مين؟ تاني العالم، اسياد الكرة الارضية، اللي بيلعبوا في البريمير ليج، اللي بيلعبوا في البوندس ليجا، اللي بيلعبوا مش عارف. كل ده لم يهتز شعرة من الشعب المغربي. النهارده بجد بالزاف بحبكم واسعدتونا وعملتوا اداء مشرف. وفي الغالب انتم في الدور القادم نقف وراكم ونشجعكم ونسعد بيكم. انا عايز اوريكم الجون للمره العاشره.